ماشي. اداء كابتن معتز اينو في الزمالك مختلف عن ادائه في الاهلي، برايي النقاد والجماهير انت ادائك في الزمالك كان اقوى من ادائك في الاهلي. كنت طالع جامد جدا وعايز اثبت نفسي، ده فكنت حقيقة لسه صغير. ما انا هقول لك، كنت لسه صغير بصحتي وجامد فلما طلعت الحمد لله بسرعه كبيره ورحت منتخب، فكانت الامور يعني كانت حلوه وماشيه معايا زي ما بيقولوا بلغه الكوره. رحت الاهلي في عز تالقي، وجوزيه طلب اللي هو يتعاقد معايا، وكان شرف ليا طبعا ان انا العب في النادي الاهلي. خدت بطولات كبيره، خدت 14 بطوله مع النادي الاهلي. بس صادفني سوء حظ اللي انا جالي رباط صليبي. بعد ما رحت ولعبت برضو ولسه بقى هعمل كده زي ما كنت في الزمالك، جالي رباط صليبي. فالرباط الصليبي طبعا كل شيء قدر، عطلني حوالي 9 شهور او 8 شهور. كانت اصابه كبيره، رباط صليبي ورباط داخلي، كانت في مباراه بتروجيت. فلما اتصبت عطلني كتير، سافرت المانيا وعملت العمليه وكده، فده عطلني. عقبال ما بترجع انت عارف بعد اصابه طويله غير اصابه صغيره، بترجع بتاخد وقت، في الاحتكاك، خايف لسه مش راجع 100%، بتاخد وقت في مكانك في التشكيل عشان ترجع. طبعا بتبقى الفرقه ماشيه وبتكسب، فهي دي اللي اثرت شويه، لكن كل شيء نصيب يعني. بس لكن الاثنين طبعا شرف ليا، انا لعبت في القطبين طبعا يا كابتن. احنا كده خلصنا فقرتنا الثانيه. فقرتنا الثالثه صوره وتعليق. هنعرض صور على الشاشه، ربنا يستر مع بقى. تعليق معاك ان شاء الله. يستر ان شاء الله. كابتن اينو الكبير. لا ده طبعا ده اسطوره بالنسبه لي ومثلي الاعلى، وعمري ما هقدر انساه. حابب تقول له الله يرحمه؟ هقول له وحشتني. يعني حسيت من بعده اللي انا ظهري اتكسر، كان نفسي تبقى موجود. افتقدتك كتير. ماليش حد بعديه الا ربنا سبحانه وتعالى، هو كان كل شيء في حياتي. ربنا يرحمه. فبتمنى له الرحمه طبعا، وبدعي له في كل صلاه، وبقول له وحشتني ومفتقدك جدا جدا جدا، الله يرحمه. ربنا يرحمه. الصوره الثانيه مع المستشار مرتضى منصور. بحبه جدا لجرأته وشجاعته. اتعاملت معاه على المستوى الشخصي وانا في نادي الزمالك. كنت منتظر منه اللي هو يجدد معايا، وقعدت طلبت اللي انا اجدد قبل ما اروح الاهلي. عايز تجدد في الزمالك؟ كنت عايز اجدد، بس انت عارف كان الزمالك وقتها ابن النادي بقى، وخليه شويه. العشم اللي جاي من بره هو اللي بياخد فلوس وما بيلعبش، وانا اللي بخدم النادي وبلعب، ومفيش تقدير. خذلك يا كابتن في عدم التجديد ليك؟ بعد ما مشيت، انا مشيت في عهد الاستاذ ممدوح عباس. بعد ما مشيت الاستاذ مرتضى بقى ايه، ما هو الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه لما بتضيع منه. هو طبعا عشان الراي العام وجمهور الزمالك زعل جدا، وبدات اتهاجم. فهو عايز يوري للمجلس ده انتوا اللي قصرتوا، ما كانش هو موجود وانا ماشي. تمام. بس هو كان في ايده وانا موجود، كان جدد لي من بدري. فبعد ما انا مشيت قال لو انا موجود كنت جددت له. طب ما انا كنت معاك من الاول، فاهم؟ لكن هو على المستوى الشخصي انا بحبه وجرأته، عارف طريقته، عارف في حاجات كتيره، لكن انا بحبه طبعا.